عملة معدنية كانت رح تقتل أكثر من 500 شخص. في يونيو عام 2017 في دولة الصين، طيارة من نوع سيزو 318 بدها تطير من مطار شنغهاي الدولي إلى مدينة غوانغزو. عدد الأشخاص اللي كانوا بهي الرحلة بين 500 إلى 850 راكب. قبل ما تطير الطيارة بشي نص ساعة، وحدة عجوزة عمرها 80 سنة وقفت أمام محرك الطيارة ورمت أكثر من 9 عملات المعدنية. في أحد من الركابين شاف هيدا الموقف وراح بلغ طاقم الطيارة. طاقم الطيارة فورا راحوا وفتشوا محرك الطيارة، شافوا في 9 عملات المعدنية بداخل المحرك، وفي عملة معدنية بمكان جدا خطير. يعني لو طيارة طارت، محرك الطيارة كانت رح تنفجر، و90% الركابين كانوا رح يموتوا. فطاقم الطيارة نزلوا ركابين من الطيارة وأجلوا رحلة 6 ساعات. فبكل هدوء والاحترام جابوا هي العجوزة إلى تحقيقها. عجوزة قالت للمحققين أنه أنا حطيت هدول عملات بداخل المحرك دعاء للرحلة وجلب الحظ أنهم يوصلوا على مدينة بكل سلامة والهدوء، وبالنسبة لجلب الحظ أنها تجيها رزق. فعجوزة نيتها كانت صادقة وصافية. فمحققين تركوا هي العجوزة وبس. تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي.